معه هي رموز كرة القدم المصرية، لكن اسمحوا لنا قبل الحقيقة ما نحيي هؤلاء نحن نحيي الحقيقة يعني الامريكي ولكن المصري القلب سيد بومبا المدير الفني لمنتخبنا الوطني وجهازه المحترم يقول مسيره نتمنى باذن الله ان تكلل بالنجاح، فاحنا نحييك ونحيي ايضا الحقيقه بالاضافه طبعا لنجوم المنصه كابتن وائل وكابتن عبد الواحد ايضا كابتن محمود فتح الله كابتن احمد سمير اللي جاءوا ايضا لكي يؤثروا الجميع في هذه المبادره الطيبه، وان كنا لابد الحقيقه نشكر اصحاب هذا الفيديو الحقيقه سيد جمال ومجلس المؤخر سيد مازن وقيادته هذه المسابقات سيد اللواء صالح سويلة وايضا يعني حساب الاسره الرياضيه كانت الشخصيه الاداريه الناجحه وايضا وسائل الاعلام ورموز الحقيقه الرياضي لا شاشه لا اسم ولكن سنحيي اسمه ولذلك اسمحوا لنا ان يتقدم الان احد نجوم الحقيقه الكره المصريه ورموزها اصحاب الخلق الرفيع سيد كابتن وائل جمعه نجم منتخبنا الوطني لكي ينقل الراي في هذه المبادره هنا بين اسره كره القدم المصريه. السلام عليكم. طبعا سعيد جدا بالمشاركه في اللي اطلقها الكابتن احمد حسن طبعا واتحاد الكوره، مش هضيف اكتر من الكابتن انما في اكد بس على ظرف واحد ان احنا في ظرف استثنائي جدا، حاله استثنائيه جدا في الرياضه المصريه مصر كله. بروح المنافسه اللي كانت موجوده الفتره اللي فاتت اللي تسببت في مجزره بورسعيد اللي هي بعتبرها اسوأ حادثه في تاريخ الرياضه المصريه. شفنا نتيجه ان احنا نبقى الموضوع فاتت، وزي ما قلت السلوك الغير قويم الفتره اللي فاتت وصلنا لمجزره بورسعيد دي، فاتمنى ان احنا ننقل صوره كويسه ان شاء الله جوه الملعب خاصه في المرحله اللي احنا فيها. بتمنى من الاعلام الرياضي انه يكون ليه دور مهم جدا وقوي جدا الفتره دي، انه يحسن الصوره اللي موجوده عشان ترجع مصر ان شاء الله احسن من الاول وافضل من الاول باذن الله يعني. وشكرا لحضرتك. شكرا كابتن يشارك في هذه الندوه ليس فقط يعني كمدير فنيا للمنتخب، هو بيعتبر نفسه اصبح الان عضو اساسي في اسره كره القدم المصريه، واعتقد ان هنا لن يحدث اجماع على مدير فني اجنبي باخلاقياته وقيمه وتواجده يتواجد في مصر في ظل ظروف غايه وبالغه في الصعوبه لم يكن يقبل بها احد اطلاقا، فاذا كنا نحييه فالتحيه بان يلقي ايضا كلمه في هذه المناسبه. Assalamu alaikum. It's a step that we move forward without ever forgetting what took place in Port Said last year, where young fans lost their lives at one of our matches. In football today, everyone must work together to make the game right in the country.
محتاجه ان احنا كلنا نتعاون، كلنا مع بعض نتعاون ان احنا نعمل حاجه صح للبلد. That includes officials, that includes the coaches, the players, the media, the fans. ده طبعا كله بيجي الاسره كلها، التحكيم، المجلس الاداره، اللعيبه، الجماهير، الاعلام، كل لازم يكونوا مع بعض ولازم يكونوا يتحدوا مع بعض. There must be leaders to send a message about the way things work in order to make the game successful. لازم يكون في قائد اللي هو يبعت الرسائل ويبعت النماذج اللي ازاي تبقى الكوره كويسه. And so today I salute Ahmed Hassan and the other players who are important leaders in the game in Egypt. النهارده هو بيحترم الكابتن احمد حسن واللعيبه الكبار اللي جم ان هم دول يبقى مثل للناس دي. The Fair Play Initiative is also very important to the national team. بعيد عن التعصب ده مهم جدا، وهيبقى اللعب النظيف هو ده المهم جدا للمنتخب. It sets a standard for all players to understand what it means to play the game the right way. ده بيبقى مثل للعيبه الثانيه انهم ازاي يلعبوا الكره الصح، الكره النظيفه. And it gives us an idea of how we go about things every day on the field, in training, with the media, with our fans, so that our game can continue to rise and take the role that it deserves for all of the people here in Egypt. لما بنعمل كده ده بيدينا طريقه وبيدينا ان احنا ازاي نتمرن جوه الملعب وبره الملعب، ازاي تبقى ان احنا كاعلام مع بعض كلنا مع بعض ان احنا بنديها الطريقه الكويسه ان احنا نشتغل مع بعض. So again I support Ahmed and everyone in this initiative and let us continue to push the game forward in the right way. وطبعا ورا احمد بيساعده وساعد اللعيبه اللي جت بيساعد في الحاجه دي ان احنا ان شاء الله يبقى الطريق صح، ان شاء الله يبقى قواعد الروح الرياضيه في ملاعبنا المصريه. كابتن عبد السيد نجم من نجوم منتخبنا الوطني والكره المصريه، ايضا جاء ليشارك ايضا زميلي عميد لاعبي العالم بل وكل الاسره الرياضيه في هذا المنتدى. كابتن عبد الواحد السيد. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بشكركم كلكم الناس اللي موجوده دي، الصحفيين وجميع القنوات اللي جت. طبعا بشكر كابتننا كلنا كابتن احمد حسن على المبادره الجميله اللي عملها. فعلا احنا يعني الفتره اللي فاتت اخطاء كتير سواء كلاعيبه او اعلام او حاجات كتير، وادى ذلك اللي حصل في مجزره بورسعيد، لان حسينا ان احنا ادينا الكوره في اكبر من حجمها في حته التعصب. فاحمد فعلا جه نقطه مهمه جدا بالنسبه لنا ان نبدا بينا احنا كلاعيبه ان احنا نحترم بعض ونخاف على بعض حتى في الملعب. يمكن الموضوع ده كان امبارح كمان احمد كان بيتكلم فيه حتى مع اللعيبه لما جه في الملعب امبارح، وان شاء الله الموضوع ده هيستمر بالنسبه لينا احنا كلاعيبه. واتمنى الساده الصحفيين والاعلاميين الموضوع ما ياخدش اكبر من ان هو مباراه كره قدم الناس بتستمتع بيها لمده 90 دقيقه او اكتر شويه، وننتهي على كده. يعني مجرد منافسه ان شاء الله تبقى منافسه كويسه، ونرجع بقى المنتخب مصر تاني يرجع لوضعه الطبيعي بعد الحاجات اللي بتحصل دي، والناس عايزه تشتغل والناس عايزه تركز، والناس اللي كانت بتنادي ان الكره ترجع تاني خلاص هي بدانا بدايه كويسه الحمد لله امبارح. ان شاء الله نستمر ان شاء الله في الفتره اللي جايه، وزي ما الكابتن احمد وبشكره طبعا مره ثانيه فعلا هي النقطه المهمه اللي كان فيها ان مفيش تعصب من الساده المره الثانيه ان هم ياخدوا بالهم من النقطه دي كويس قوي، وشكرا لكم. حدث النهارده من انطلاق هذه المبادره، واعتقد ان احد الاسس اللي اعتمدت عليها لسبق الدوري العام للموسم استاذ حضراتكم، احدى الاسس اللي بيعتمد عليها المصمم لهذا الدوري 2013 2014 اللي نتمنى ان شاء الله باذن الله ان يكون موسم طيب، وان تعود في اقرب وقت الجماهير لكي تزين
بالفعل جدران كافه ملاعبنا المصريه. هنا المسابقه لها دور حقيقه، وايضا لجنه المسابقات لازم كابتن مازن مرزوق هي قادت الفتره الماضيه دون مبالغه او زي حقيقه قادتها بمنتهى الهدوء حتى عادت بالفعل الكره الاخرى الى كابتن مازن ايضا رايه في دعم هذه المبادره من خلال لجنه المسابقات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بهنيكم بعودة الدوري مرة أخرى. كده كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك للكرة المصرية عودة الدوري مرة تانية، وإن شاء الله يبقى موسم سعيد على الجميع. بشكر طبعا الكابتن أحمد حسن على المبادرة دي لأنها هتساعد لجنة المسابقات كتير. ده طبعا لجنة المسابقات عاوز برضو الناس تعرف إن احنا مش ضد عقوبات ولا الكلام ده. أنا أتمنى إن ميبقاش فيه عقوبات خالص. احنا عاوزين المنظومة تمشي مظبوط، عاوزين نشوف روح رياضية، وده اللي بدأناه امبارح. إن كباتن الفرق في المباريات الأسبوع الأول كلها قالوا الكلمة اللي قلناها اللي هي التزام بالروح الرياضية ومبادئ اللعب النظيف. شفنا دلوقتي بعد كل مباراة أيا كانت اللعيبة بتروح نص الملعب تسلم على بعض وتسلم على الحكام، فدي إن شاء الله هتولد برضو حاجة جديدة للروح الرياضية في الموسم ده. واضح الالتزام، يعني احنا حسينا كلنا عانينا زي ما الكل قال السنة اللي فاتت كل المنظومة الكروية، وعاوز اقول المنظومه الكرويه كلها اخطات، مفيش حد ما كانش بيخطئ السنين اللي فاتت دي. فاحنا نبقى ده عهد جديد وبدايه جديده للكره المصريه ان شاء الله. الكل عانى منها، عشان كده يهيألي الكل لازم هيأدي دوره بمنتهى الالتزام بمنتهى الروح الرياضيه. عشان كده انا متوقع ان شاء الله دوري جديد وشكل جديد تام للكرة المصرية، وربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله. شكرا. دور الهادي برضه على الكرة المصرية، لأنه هذا بداية لجنة كرة القدم المصرية. الحقيقة لابد أن ندعم كل أعضاء اساتذتنا من الاعلاميين، اننا نطلع نشوف كيف راى لجنه الهجوم كابتن احمد حسن هذه المبادئ العشره التي يجب ان تسود في ملاعبنا المصريه. الحقيقه كل مبدا منه نستطيع ان نقول هو مبادره. هذه المبادره كانت ستنطلق من احدى المواقع في شوارعنا المصريه، ولكن لاننا بالفعل في عصر جديد يؤمن بالفعل في دولة المؤسسات. احنا انطلقت هذه المبادرة كما أشرنا من الاتحاد المصري لكرة القدم. الحقيقة الأمور التنفيذية داخل الاتحاد المصري لكرة القدم تسير بنهج مختلف تماما. البحث في كرة القدم، الالتزام بكل وعد يعد الاتحاد المصري لكرة القدم، أيضا الاهتمام بالجميع. الأبواب مفتوحة بداية من رئيس المجلس حتى أصغر عامل هنا في بيت كرة القدم المصرية. لذلك نشير بالطفرة الجديدة التي حدثت في الجانب التنفيذي، وندعو الله سبحانه وتعالى بالتوفيق للزميل العزيز اللواء ثروت سويلم مديرا عاما تنفيذيا للاتحاد المصري لكرة القدم. نعضد نقف جميعا خلف سويلم، وأيضا رأيه في وضع رؤية تنفيذية لهذه المبادرة. استجابة عن جميع مصر والسادة الإعلاميين، ونتمنى إن شاء الله الدوري يكون بداية لهدوء الأمر مصر بإذن الله. كل سنة وأنتم طيبين.
السيد كمال على رئيس المجلس المنتدب ومجلسه الموقر. كان في مقدمه داعي مع كابتن احمد حسن التي تقام هذه المبادره هنا الهرم الجبليه اعظم الاتحادات الافريقيه. كل التوفيق والدعاء لهذا المجلس الموقر، وايضا جميع المخلوقات من اجل المزيد من الترحيب بهذه المبادره. السيد كمال على رئيس مجلس اداره بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة أنا اليوم من أسعد الناس، لأننا في 3 أحداث حصلت فلا بد أن يكون يوم سعيد. الحدث الأول وهو مصري لكرة القدم، ودي يمكن كانت سعادة بالغة، لأن يمكن المبادرة اللي أطلقها الكابتن أحمد حسن النهارده في من ضمنها الأشياء، وهي أولا كانت سعيد لأن الدوري عاد، وأنا أثق في أنهم هم هيكونوا أول ناس مؤيدين ومساندين لخطوات الاتحاد المصري لكرة القدم اللي استطاع أن يقف الدوري. السعادة الثانية اللي هي أن ابن من أبناء لعبة كرة القدم واللي يشرف الاتحاد المصري لكرة القدم بأن يكون عميد لاعبي العالم، وهو لاعب من لاعبي الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي يتقدم اليوم مبادرة جمع فيها لاعبي الفرق ولاعبي المنتخبات، وكذلك الإعلاميين الذين لهم صوت حق، كلمة يقولوها ولهم رأي في منظومة كروية. ولو ذكرت منكم الكثير فأنا هنسى أسماء كثيرة، ولكن أنا طلبتهم امبارح بالتليفون وقد لبوا الدعوة، ويمكن الأستاذ فتحي سند، الأستاذ إبراهيم البنيسي، وكثيرين. طبعا أنا عشان ما أقدرش أعد، لأن لو فضلت أعد هعد أشخاص كثيرة وهنسى ناس كثيرة، فأنتم كلكم أنا أعرف منكم ناس كثيرة جدا الحمد لله، فأنا سعيد بوجودكم. دي السعادة الثالثة. المبادرة اللي أطلقها الكابتن أحمد حسن